السلام عليكم. النهاردة جايبالكوا أكلة صعيدية 100%. دي مش أكلة وخلاص، دي أكلة بترم الراس، يعني بتظبط الدماغ وتظبط الجسم وبتدي طاقة ما لهاش حدود. أكلة ما لازم تتعمل في كل بيت، دي يعني كل الصعايدة يعرفوها على مستوى الجمهورية كلها. ده احنا كيلو لحمة عندنا غسلناه وحطيته في مية مغلية على النار، فيها ورقة لورا وبصل وتوم وفلفل اسود وحبهان. تمام كده. طبعا انا كنت هصور الفيديو يعني ما كنتش ناوي اصور، وبعد كده قلت اصوره بعد ما انا بدأت فيه الشغل بالظبط. يعني هي جت الفكرة في دماغي اصوره لكم تعرفوا اكلنا وحياتنا الطبيعية الصعيدية بجد. الاكلة دي عبارة عن بصل، حوالي اكتر من نص كيلو بصل وزبدة او سمنة بلدي، وحتتين دهنة من اللي هي بتبقى في اللحمة دي، الدهن بتاع اللحمة تحطيها معاهم، تحطيها على النار تتسبك وتعملي فيها تقلبيها من وقت للتاني. طبعا اكيد كلكم بيقولوا ايه اللي في ايدها ده حاجة اسمها مفراك. يعني ايه مفراك؟ ده بالصعيدي اسمه مفراك، يعني بنفرك بيه اللحمة، بندوبها بيه. ممكن تسموه مهراس، مفراك، زي ما انتوا عايزين تسموه بقى، كل واحد وطريقته وكل واحدة واسمه، بس احنا عندنا في البلد اسمه مفراك. البصلة طبعا بتقطعيها وبتخرطيها وبتحطيها في الحلة. حلة تكون سميكة شوية عشان ما تلسعش البصل منك، تقلبي فيها وتسبكيها. طبعا نصيحة مني عشان عشان البصل ما ياخدش وقت كتير معاكي، كل ما تلاقيها بدأت تحمر شوية زوديها حبة شوربة أو مية سخنة قبل لو الشوربة لسه ما استوتش، حبة شوربة تنقعيها ايه، تقطريها كده بالراحة. بعد كده نفضل ايه، البصلة دي بتاخد وقت طويل، ودي بتبقى فيه يعني أكلة مفضلة عند الصعايدة بالذات، بتلم العيلة كلها، بتبقى يعني أكلة الحبايب، يعني العيلة كلها لازم تتلم في اليوم ده بالذات. تمام. الأكلة دي مكوناتها الأساسية بصل. بص، بنعمل البصل على نار هادية، لازم تعمليها على نار هادية. بتتعمل طبعا انتوا كده أكيد بتقولوا إن اللحمة لونها ما اتفحمت. طبعا لأ، ما اتحرقتش ولا حاجة، ده هي لسه بنسبك فيها اكتر واكتر، ولازم تدوب خالص. يعني كل ما تديها لون وكل ما تخليها على النار بتبقى اطعم واحلى. طبعا بصوا كده، بعد ما زودتها حبة شوربة عشان ايه برضو تديني ايه، تدوب معايا بسرعة وتاخد نفس اللون اللي هو احنا مطلوب مننا. نفضل نقلب فيها من وقت للتاني عشان ما تلسعش او ما تتحرقش من تحت، لازم تقلبيها من وقت للتاني وتزوديها حبة شوربة صغيرة كده، هتساعد معاكي على انها تدوب بسرعة ويبقى تديها طعم ولذاذة افضل. يبقى مكونات الاكلة دي، هتحطي لها بصل وحتة سمنة، يعني مع سمنة بلدي. لازم يا جماعة تكون سمنة بلدي، ما تنفعش بأي نوع سمنة تانية. انا عن نفسي ما بفضلهاش، واحنا في بيتنا يعني ما بنفضلهاش الا بالسمنة البلدي. كده نسيبها نسبكها كويس على النار، نهدي عليها النار ونسيبها تغلي، وبين وقت للتاني نقلب فيها لحد ما تدوب خالص. طبعا كل ما اجي ببص فيها، كل مرة ببص فيها اشوف البصلة لسه زهرة ولا اختفت في بعضها، وانا حاطة فيها كام فص توم كده، فلازم التومة برضو تدوب مع البصلة بحيث تختلط كل المكونات بتاعتها، بصل وتوم وفصين آه، اللهم صل على حضرة النبي، بصل وتوم وفلفل اسود وشطة، يعني دي المكونات بتاعتها. وكل مرة هنزود لها حبة شوربة من بتاعتنا اللي احنا حاطين فيها حبهان ولورا وشطة وتوم وبصل. يعني كده ايه، بالصلاة على النبي، يعني كده اللحمة بتاعتنا استوت والبصلة تقريبا خدت اللون اللي احنا عايزينه. كده انا طلعت اللحمة وهحطها بقى فين،
في البصلة تكمل سوا. هي اسمها بصلة عندنا يعني هي حاجة اسمها التقلية، الصعايدة بيقولوا عليها تقلية. معرفش بقى في عندكم انتوا اذا بتعملوها بتسموها ايه، معرفش كمان في ناس بتعملها غير الصعايدة ولا لا. دي بياكلها الراجل الشقيان الصعايدة بقى عشان دي تحميهم، بيقولك ان هي دي بتحميهم من الحر ومن البرد ومن كل حاجة، والاكلة المفضلة في الشتاء. كده احنا البصلة خلاص تقريبا. طبعا يا جماعة البصل لونه طبيعي كده، مش اتحرق ولا حاجة، ده طعمها بالصلاة على النبي يعني حاجة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله. هننزل باللحمة فيها وهنقلبها كويس ونسيبها تاخد لها كام تسبيكة. هنزودها شوربة طبعا، نزود عليها الشوربة ونسيبها تاخد لها ايه تسبيكة حلوة كده، عشان اللحمة تتشرب من طعم ايه البصل والتوابل اللي فيه، تبقى بسم الله ما شاء الله يعني. كده هحط لها حبة شطة وفلفل اسود كمان. كل ما بتحط لها فلفل اسود بتبقى طعم يعني. شطة وفلفل اسود ونقلبهم كويس. طبعا هزودها شوربة طبعا ايه، ده المفرك بتاعنا، ده موجود في كل بيت، مفيش بيت مفيهوش، يعني اي ست بيت لازم يكون عندها ده. طبعا احنا مهما رحنا نقلنا من مكاننا، حاجتنا السعودية اللي اتعودنا عليها بناخدها معانا. لو رحنا المريخ هناخد المفرك معانا عادي يعني. كده بص البصلة بتاعتنا بدأ لونها اما تزودتها شوربة لونها يفتحها معاك كده. الصعايدة لو شافوها يقولوا لها لسه بيضة، ده مش عارفة تطبخ. كده نزودها بقى ايه ونسيبها مع نفسها. وبصوا لونها فاتح ازاي، محدش عيب والله، طعمها جميل جدا بسم الله ما شاء الله يعني. لو جربتوها هتعتمدوها وتحبوها على طول. وبعدين سيدنا النبي وصانا بأكل البصل بعد ما نميته، أنا موتها خالص أهو، يعني لسه هنميتها أكتر من كده ايه تاني. كده لونها فاتح. كده جبنا الطاجن بتاعنا، وهحط فيه ده حاجة برضو موجودة في الصعيد من التراث الصعيدي، موجودة في أي بيت. بنجيب حاجة فخار بيعملوها الأواني من الفخار، بنحرقها في الفرن. طبعا الستات الكبيرة هم اللي بيعملوها، أنا عن نفسي معرفش أعملها، بياخد اللون ده الغامق يعني، هو اللون الطبيعي بتاعه بيبقى كده. بنحطه على النار، بنحط فيه البصلة بتاعتنا باللحمة تاخد لها غلوة كمان، وبعد كده هندخله الفرن يعني ايه على نار هادية خالص، ونسيبه مع نفسه لحد ما يجي ميعاد الأكل بقى. ده أول جزء في وصفتنا النهاردة. يعني الأكلة بتاعتنا بتتكون من 3 أجزاء. أول حاجة عملنا البصلة كده، هنحط عليها معلقتين سمنة بلدي برضو على الوش. والله يا جماعة الأكلة دي بسم الله ما شاء الله يعني بتطلع عباقرة، يعني دي بتعدل الدماغ وبتصحصح الذاكرة وبتنشط المخ وبتعمل من الأمراض وكل حاجة بسم الله ما شاء الله يعني. هتلاقي كل عباقرة الصعايدة اللي طلعوا من بسبب البصلة دي. اسمها التقلية ماشي.
عشان في المسار وفي حاجة اسمها تقلية غير كده. هنجيب هنا نعمل الجزء التاني من أكلتنا عشان نخلي طبق جنب الأكلة دي عشان اللي عايز ياكل منها. هنجيب حلة أصغر حلة عندي، هنعمل ايه، حبة ملوخية ناشفة. حبة الملوخية ناشفة للي عايز بقى ايه مش يعني ياكل معاه. هنجيب معلقة سمنة بلدي وحبة توم مفروم، هنحمرهم كويس. طبعا هنحمر التومة حلو في السمنة البلدي. بعد كده هننزل عليها بطماطماية مفرومة، يعني ممكن نحطها في الشوربة ونضربها في الخلاط ونزود بيها، او ممكن لو نسيتي تحطيها في الشوربة تفرميها وتحطيها على التومة دي برضو تتسبك معاها. طبعا بعد اللون ما ياخد التومة، بعد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها الجميل وريحتها تبقى حلوة ومفحفحة، هننزل عليها بالطماطم كده، طماطماية مبشورة او مفرومة او مضروبة في الخلاط زي ما تحبي. هتحطيها انا بقى هتحطها تتسبك معاها كويس ولحد ما تدوب فيها. دي طريقة عمل الملوخية الناشفة بالطريقة الصعيدية، معرفش بقى باقي الناس بتعملها ازاي. هنزود بقى الشوربة، طبق شوربة بتاعنا، ان احنا هنعمل حبة ملوخية صغيرة يعني مش هنعمل كتير ملناش فيها يعني. طبق شوربة. هنسيبها تغلي خالص طبعا كده، الطماطم متسبكة وتمام يعني مفيش طعم طماطم، مفيش مزازة بتاعتها يعني. كده هزود عليها حبة ملوخية ناشفة واقلبهم فيها وهدي النار خالص عشان الملوخية ما تسقطش منك. تهدي النار على تحت منها خالص وتقلبيها تقليبة واحدة او اتنين وتشوفي السمك بتاعها، وبعد كده تروحي طافية عليها على النار على طول. كده احنا قفلنا النار، قلبناها، هتفضل على سخانة البوتاجاز بقى تكمل كده. بسم الله ما شاء الله، يعني ديك شايفين بنفسكم. انا عن نفسي ما باكلهاش والله بس لازم اعملها مع الاكل طبعا عشان اللي عايز ياكل. تالت مرحلة بقى بتاعتنا هنعمل الرقاق بتاعنا او الفطير. الفطير الابيض اللي بيتعامل مع التقلية، يبقى هنا هنجيب حبة مية دافية وحبة ملح ودي الكمية اللي انت محتاجاها براحتك حسب افراد اسرتك وحسب ما تعملي. هنعجن العجينة كويس. عجينها عجنة حلوة يعني. تمام كده، هنسيبها شوية ترتاح ونجيب حاجة نرش عليها حبة دقيق ونقطع بقى العجين بتاعتنا كور صغيرة حسب ما تاخد معاكي كام من الحجم بتاعها. انا هنا مش عاملة كتير يعني. كده قطعت كل العجينة بتاعتنا. هنروح بقى هنجيب النشابة الصعيدية بتاعتنا الجميلة الموجودة في كل بيت برضو. دي النشابة الطبيعية اللي احنا بنعتمدها وبنشتغل بيها، اي نوع تاني ما ينفعش عندنا. دي اسمها النشابة، بنفرد بيها العجينة. طبعا انا هنا عاملاها متوسطة او صغيرة عشان الفرن اللي عندي صغير يدبك على قد ما يشيل. كده بقى انا طريقتي في فرد طبعا مشغلين النار، يعني الفرن مولع بس طيب مهدين النار عليه على بال ما اخلص الرقاق بتاعي او الفطيرة بتاعتي.
كده هدخلها النار. هنبدأ أعمل التانية نفس الطريقة. نطلع اللي حطيناها في الفرن عشان ما ننساهاش. نفضها كويس من الدقيق. بعد كده نحطها في حتة قماشة قطن او جلابية يعني، او اي حاجة عندك بتستخدميها في الحاجات دي، تلفيها كويس وتحطيها في كيس عشان تفضل طرية، يعني تغطيها كويس عشان تحتفظ بالطراوة بتاعتها ما تنشفش منه. كده طبعا انا مش هكمل معاكم كل العجينة بتاعتي، انا هديكوا عينة بس عشان تعرفوا النظام والطريقة، ويا ريت بقى تجربوها وبجد بجد والله هتعجبكم خالص وهتحبوا الاكلة دي، لانها اكلة صحية. شكلها اللي يشوفها يتخض منها طبعا عشان كمية السمنة والحاجات اللي فيها والدهون، لكن هي بجد حلوة يعني، احنا اتعودنا عليها على كده. وادي كده الفطير بتاعنا في الفرن كده، بسم الله ما شاء الله يعني. كده انا عملت الكمية بتاعتي، وادي اكلتي اكتملت، تقلية وفطير ملوخية وجرجير. هو المفروض معاها يا جماعة الأكلة دي ما بتبقاش معتمدة ومميزة وحد يعني في الصعيدة، ما لو ما كانش في فجل جنب منها ما تبقاش أكلة، لازم معاها الفجل، ده حاجة أساسية، مكون أساسي مع الأكلة دي الفجل بقى والراس البيضة بتاعته. بسم الله ما شاء الله يعني. أنا ما لقيتش فجلة، رحت جبت جرجير، قلت أي حاجة وخلاص جنب منه. كده بألف هنا وشفا اللي جربها واللي يعملها.